السلام عليكم شباب، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ تمرينة رجلين النهارده دي تعتبر نفس التمرينه خالص. هي اول تمرينه في تمرينه الرجل في النظام اللي احنا ماشيين عليه، اللي هو البوش والبول والليجز. بس انا زودت عليها تمرينه واحده. انا بصراحه شخصيا عشان مستوايا وعشان انا بحب الرجل فقلت هزود تمرينه واحده عليها. فابتديت اول تمرينه عادي جدا بالسكوات زي ما انتم شايفين. بحاول على قد ما اقدر الاربع ادوار اللي بلعبهم بيكونوا بوزن تقيل نسبيا، وبجيب ما بين حوالي من 8 ل 12 عده. تاني تمرين اللي انا بقى زودته، ده اللي مش ما كانش موجود في الخطه الاولانيه، وانا بصراحه زودته ان انا بحب التمرين دوت، وبحب اشتغل دلوقتي على كل رجل لوحدها. فاللي هو الستيب ابس، نفس النظام هتلعبه. حاول تزق على قد ما تقدر بكعب رجلك، حاول تخلي وزنك كله بتطلع برجل واحده، ما تساعدش بالرجل التانية على قد ما تقدر. برضو لعبت حوالي من 8 ل 10 على كل ناحيه على حسب الوزن اللي انا كنت حاطه. ساعات كتير جدا بقف على 9، مش شرط الرقم يكون زوجي، ان لقيت فيه فعلا الناس مفكره لازم الرقم يكون زوجي. الرفعه الميته او الرومانيان ديد ليفت بس للهامسترنج، لما بلعبها بس عشان الخلفيه بلعبها بطيء جدا، بحيث ان الخلفيه بس تشتغل فيها اكتر من الظهر. لو لاحظت هتلاقي وسطي عالي فيها طول الوقت وانا بنزل بظهري مفرود، بس وانا بنزل وانا بطلع بالراحه جدا، وبنزل بالراحه جدا، وبخلي البار جنب رجلي على طول. ان انا بحاول على قد ما اقدر ما اشدش بايدي ولا بشد بظهري. انا بحاول على قد ما اقدر اشغل الخلفيه كويس جدا وانا نازل، تحس ان بستريتش كده، وانا طالع تحس ان انا بلعب بيها. الرجل الامامي، وعملت فيديو امبارح على الموضوع دوت. آه بقى لي مثلا اسبوعين كده بلعبها كل رجل لوحدها، وافضل بكتير اما انت تلعب رجل لوحدها ما بين الاثنين، بحيث تركز على كل رجل. ان كلنا الطبيعي بتاعنا ان انت عندك رجل اقوى من رجل ورجل اكبر من رجل. وبعد كده لعبت السمانه وانا واقف، زي ما انتم شايفين مفيش مكنه فحاولت اتصرف، والسمانه وانا قاعد. كده الرجل خلصت في اول تمرينه، وان شاء الله هتمرنها تاني. اللي عنده سؤال ولا عنده اي استفسار يحط تحت الفيديو، وانا تحت امركم. يلا، السلام عليكم شباب.